السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعين القناة. لو لسه بتشوف القناة لأول مرة فضلا وليس أمرا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك للقناة علشان يوصلك أسعار بورصة الفراخ يوميا. في البداية يا شباب يلا كلنا نثبت حضور ونصلي على الرسول ونعمل لايك للفيديو ونشوف التعديل والانخفاض اللي حصل في أسعار الفراخ البيضة اليوم التلات 7/2/2023 في البورصة والمحلات. أسعار الفراخ البيضة اليوم تم تعديل وانخفاض سعرها، وزي ما قلنا في بداية اليوم ان في تدخل من وزارة التموين لتخفيض سعر الفراخ البيضة تدريجي، وفعلا حصل انخفاض دلوقتي حالا في اسعار الفراخ البيضة، حتى لو انخفاض بسيط. لو استمر الانخفاض ده هتفرق كتير مع المستهلك وهترجع الفراخ البيضة من تاني بروتين الغلابة، وربنا يهدي السماسرة الايام اللي جاية. ويلا بينا نشوف مع بعض التعديل والانخفاض الجديد في اسعار الفراخ البيضة اليوم الثلاث 7/2/2023 في البورصة والمحلات. الفراخ الساسو ثبات واستقرار على سعرها النهارده بعد الارتفاع اللي حصل لها، لتسجل اعلى سعر في المزرعه 85 جنيه، اقل سعر 84 جنيه، بتوصل للمستهلك في المحلات 90 جنيه للكيلو. امهات الفراخ البيضه الهبرد الكبيره ثبات واستقرار على اعلى سعر ليها حتى الان، لتسجل اعلى سعر في المزرعه 65 جنيه، اقل سعر 63 جنيه، بتوصل للمستهلك في المحلات 70 جنيه للكيلو. الفراخ البيضه تم تعديل وانخفاض سعرها دلوقتي حالا، لتسجل السعر المعلن حاليا 70 جنيه، التنفيذ 69 جنيه، بتوصل للمستهلك في المحلات 75 جنيه للكيلو، وربنا يكون في عون المستهلك. وفي النهاية يا ريت تدعمونا بعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصلك أسعار الفراخ يوميا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.